السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذه الحلقات الخاصة بالتوعية في شهر رمضان. في هذه الحلقة غادي نطرقوا لموضوع الرياضة في شهر رمضان. فمع قدوم شهر رمضان بزاف الناس كيوليو عندهم تساؤلات واش الرياضة عندها تأثير إيجابي أم سلبي على الصحة في هذا الشهر، وفوقاش يقدروا يمارسوا هذه الرياضة. فممارسة الرياضة مهمة طيلة السنة باش نحافظوا على الصحة ديالنا، حيت الرياضة كتقينا من عدة أمراض، منها السمنة، أمراض القلب والشرايين، أمراض الضغط، أمراض السكري من النوع الثاني، وكتساعدنا على إفراز هرمونات السعادة، وكتسهل لنا النوم بشكل أسرع. فخلال شهر رمضان كننصحوا بعدم التخلي عن ممارسة الرياضة، ولما لا نبداو الممارسة ديال هذه الرياضة. فشنو هي فوائد الرياضة في شهر رمضان؟ اولا الرياضة في شهر رمضان كتعاوننا على حرق الدهون. كيفاش؟ في خلال الصيام هذوك العضلات ديالنا يحتاجوا واحد الطاقة، هذيك الطاقة كيجيبوها من السكر او الجلوكوز المخزن في الكبد. ملي كنديروا الرياضه هذاك الطاقه، العضلات ديالنا كيحتاجوا الطاقه اكثر، دونك فين كيمشيو يقلبوا عليها كياخذوها من الدهنيات المخزنه في جميع انحاء الجسم، مثلا اللي متراكمه في الكبد او في العضلات او في الكرش. دونك بهذه الحال بهذه الطريقه كتعاوننا اننا نحرقوا هذوك الدهون المخزنه باش ننتجوا الطاقه، وكيجي مع هذا الشيء نقصان في الوزن. الرياضه في شهر رمضان ايضا تساعد على تحسين وظيفه الجهاز الهضمي، ما كنبقى شايفين الامساك مثلا، كما تساعدنا على تقويه عضلات القلب والرئه. دونك كتعاوننا اننا ندوزو هذاك النهار ديال الصيام مزيان، ما نعياوش، نكونوا عندنا حيويه ونشاط طيله اليوم، كما انها كتساهم في تنشيط الدوره الدمويه. فمتى نمارس هذه الرياضه في شكل رمضان باش نتجنبوا المشاكل ونستافدوا منها؟ تنصحوا نديروا الرياضه واحد 40 حتى ل 60 دقيقه قبل من الافطار، وتكون المده ديالها ما بين 30 دقيقه حتى لساعه على حسب المستوى ديال الشخص. ومباشره من بعد منها كيجينا الافطار باش كنفطروا وكنتجنبوا هذاك الاجتفاف. فلذلك ما كنصحوش بمزاوله الرياضه في بدايه اليوم او وسط النهار، وكذلك ملي كيكون درجات الحراره عاليه. شنو هما هاد الرياضات اللي نقدروا نديروا؟ بالنسبه لنوع الرياضه اللي نقدروا نديروا خصهم يكون رياضات ذات شده متوسطه، مثلا الجري الخفيف، المشي، السباحه، الكارديو، ونتجنبوا رياضات ذات ديال المقاومه كلا ميسكولاسيون. علاش؟ لانها كتحتاج مخزون طاقي عالي، وغادي تصيب العضلات ديالنا بارهاق. من بعد الافطار ب3 ساعات، 2 ساعات حتى ل3 ساعات، يمكننا نزاولوا اي نوع من انواع الرياضه. بطبيعه الحال في الفتره من بين الفطور والسحور خصنا نحرصوا على انه الوجبات يكونوا متوازنه، تكون فيهم بزاف ديال الخضار، الفواكه، والبروتين بشكل كافي، النشويات بشكل كافي، وبطبيعه الحال شرب الماء بصفه كافيه. ديما كنقولوها ونعاودوها، تنأكدوا على شرب الماء. بالنسبه للمريض بمرض السكري كنصحوه بممارسه الرياضه 2 حتى 3 ساعات بعد وجبه الافطار باش ينخفض له نسبه السكر في الدم بطريقه مفاجئه، وباش يتجنب الاجتفاف. نتمنوا ان هذه الحلقه تكون فادتكم، ونتلاقاو في الحلقه المقبله مع موضوع اخر ان شاء الله.